سلام البنات، مرحبا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. واليوم جبت لكم طبق معروف في الجزائر كاملة اللي هو التليتلي. كل منطقة وكيفاه ديرو، كل وحدة كيفاه طريقتها ولمستها. كاين اللي يديروا ابيض، كاين اللي يديروا احمر. انا اليوم جبت لكم تليتلي الاحمر على طريقتي ونتمنى ينال اعجابكم. ويلا نشوفوا مع بعضنا الطريقة والمقادير مع بعض. نبدأ بسم الله على بركة الله. نشوفوا المقادير. المكونات عندنا طريفات تاع الدجاج واللحم يبقى اختياري، كل قدير وقدره. عندنا شوية على فيونداشي اختياري كذلك، تليتلي تاعنا، الزيت، الملح، الحمص، طماطم وبصلة وثوم، الطماطم مصبرة، وعندنا راس الحانوت والفلفل الاحمر حلو حار. نبداو نرحيو البصلة تاعنا، البصلة طماطم وثوم نرحيهم مع بعضهم مرة واحدة ما راكم تشوفوا، وجاي شهي ما شاء الله بنا. انا ما عنديش معاه تليتلي في الحقيقة هو والروز، ولكن جاء ما شاء الله بنا لا تقاوم، روعة روعة. نرحيو كامل المكونات تاعنا ونروحو في لاكوكوط تاعنا، نديرو طريفات الدجاج ولا اللحم ولا كل واحد كيفاه راح يدير. نديرو شويه تاع الزيت ونغليو الدجاج تاعنا، ومن بعد نلوحو عليه البصله والطماطم والثوم اللي رحيناهم ونخليهم يتقلاو على مهل. نديرو لي زيبيس، الملح ولي زيبيس اللي ذكرناهم من قبل. راني ندير في المونتاج ونمشي ندير في الرياضه، نمشي وندير لكم في المونتاج، عليها ما لقيتش واش نقول. المهم لا علينا. هنا نخليو لاكوكوط تاعنا ولا الطنجره تاعنا تتقلى مليح، يدخل الضوء مليح في الدجاج تاعنا. انا نحب نقليه بيان باه نحيلو الصفاره تاعو هذاك. ما نحبش الدجاج هذاك اللي يجي، واللي يقولوا لي دائما لا ما ديريش الثوم في المرقه البيضاء، يقولوا لي ما ديريش. انا المرقه البيضاء ندير لها الثوم، لانه اي حاجه بالدجاج كون ما نغليش الدجاج، كون ما نغليش بالثوم ما نغليش. هنا راكم تشوفوا كيفاه. ونروحوا للتليتلي تاعنا نبداو نقليوه ولا نحمصوه، ولا انا نحمصو. كاين اللي ما يحمصوش يفورو ديراكت، انا نحمصو من بعد باه نفورو. وساعه على ساعه ما نساوش الطنجره تاعنا نقلبوا طريفات الدجاج ولا اللحم تاعنا ونمرقوا عليهم بشويه ونخليوهم على نار قليله. شوفوا كيفاه. ما تحمريش سيدتي بزاف، ديري هكا حبه بحبه. شوفي لا كولور دوغي ما شاء الله، روعه. نكملو نقليوه ساعه ساعه، نطلعو على الطنيجره تاعنا ومن طون رانا نحمصو في التليتلي تاعنا. بعد ما حمصناه شوفي لا كولور كيفاه تكون. ما نحمروش بزاف، يكون دوغي برك. الطنجره تاعنا راها تكتك. نروحوا لافيونداشي. انا لافيونداشي نحيت شويه من هذيك التتبيله تاعنا نفسها اللي درتها في مع الدجاج، نحيت مغرفه ولا زوج درتها لافيونداشي. نزيد غير شويه تاع ملح وندير لي بولات تاوعي. وقلت لكم لا فيونداشي اختياري، كل قدير وقدره. واللحم كذلك، كاين اللي يديرها غير باللحم، كاين اللي يديرها غير بالدجاج، كاين اللي يديرها باللحم ولي بولات، كل واحد وكيفاه، كل واحد ومقدوره. هنا الدجاج تاعنا راهو تغلى مليح وتشرب هذوك المكونات كامل، نمرقوا عليه ونفرميه ونخليه
كيعود نص طياب. من بعد انا نلوحلو لي بولات، كيعود نص طياب نلوحلو لي بولات نتاوعي. اتليت لي بعد ما دهنتو بشويه تاع الزيت، درتو يفور الفوره الاولى. هنا نلوح لي بولات نتاوعي دايما. نسيت البنات ما صورت لكمش كي صومت التليتلي تاعي، دهنتو بشويه زيت ودرتو يفور الفوره الاولى، ما نشمخوه ما نغسلوه في الفوره الاولى. هنا راهو فار نحيتو، نديرلو شويه تاع الماء ونخليه يتشرب هذاك الماء كامل. كي يتشرب هذاك الماء نعاود نرجع نفورو الفوره الثانيه. شوفوا كل حبه وحدها. هنا راهو فار الفوره الثانيه. المره الثالثه نفورو بلا صوص تاعو. نحي شويه تاع المرقه من تاعي اللي درتها هذيك تاع الدجاج. هنا الدجاج تاعي طاب زبده راني صفيتو، ونلوح الحمص انا عندي راهو طايب، غير نخليه شويه يدي النكهه تاع المرق تاعنا. شوفوا ما شاء الله كيفاه جات كل حبه وحدها. نروح نصفي الحمص والليبولات نتاوعنا. انا نخلي شويه تاع حبيبات حمص مع لاصوص، باه كي تعودي تاكلي يجيوك حبيبات تاع الحمص في لاصوص. ودائما نحوز شويه تاع صوص اون كا تقعد الغدوه، ولا اللي ما يحبهاش خاطره بزاف، ولا اللي ما يحبهاش ناشفه يزيد لها شويه تاع لاصوص. ونروحو نجمروها، نخليوها على نار قليله، نغطيو عليها ونخليوها على نار قليله تتجمر بعقلها. وهنا شوفوا كيفاه ما شاء الله واحد الريحه وش نقول لكم. وهذا هو الطبق نتاعنا، نتمنى يكون نال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفه جديده او طبق جديد من اطباقنا وشهيه طيبه.